اجي من بره. ايوه تصدق ما ماتش مع الجردل. على بزول احنا مشقيينه. واو حلو الطاوله باين انا فلاحي. اوتفيت واو 10 من 10 ونجمه. صلاح 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 والقصب. السلام عليكم. سيد حنفي وبنهاوي. بنهاوي اهو عشان لو حد بيدور عليه، بس هو مستحي شويه. حاسب ظهرك عشان ما تستحيش انت كمان. هاكلكوا على حسابي يا نقاشين. حاسس ان لو ماضيين عقد مع المترو ان احنا نوصل كل مره في اخر قطر ولا اخر مترو، مش هيعمل كده. يعني كل مره بقالنا مثلا اسبوع ولا حاجه كل يوم في اخر مترو، كل يوم في اخر مترو. بس النهارده هو خلف معانا وللاسف ما لحقتش اخر مترو. والمشكله الاكبر ان في بكره كليه، فان شاء الله بقى ايه الطريق الى رمسيس. هوم سويت هوم. الموضوع ده فظيع بشكل الواحد ما بقاش تقريبا بيكتب كود بايده. فهل بقى تفتكر دي حاجه حلوه، ولا الواحد الوضع هيتقلب عليه في الاخر وهيبقى مش عارف يعمل اي حاجه من غير نت؟ ده مثال سريع عشان لو مش فاهم انا بتكلم عليه. بص يا اسطى كده، عايز اخلي زرار الشير ده لما ادوس عليه يفتح لي واتساب. يا اسطى اوعى كده شويه يا اسطى، خليك تحت. انا عايز ايه دلوقتي؟ عايز لما اعمل كده وادوس على زرار مشاركه، دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ تم نسخ التقرير الى الحافظه. تمام، دي مجرد بليس هوردر. انا عايز لما ادوس على الزرار ده يفتح لي واتساب، تمام، بالرقم اللي هو اصلا موجود جوه التقارير دي، ويجهز المسج دي تبقى مكتوبه، ويسحب الفون نمبر ويسحب الايه الاوردر نمبر بتاع الكلاينت. تمام، كل اللي انا هعمله ان انا كتبت البرومت عادي جدا زي كده اللي هو انا عايزه يعمله هنا طبعا، وادوس انتر. تمام اهو هو دلوقتي خلص وزغلول رجع تاني مكانه. بص بقى لما نيجي هنا ونجرب طبعا ريفرش بس الاول كده سريعا، وادوس هنا مثلا على شير. ماشي، بص هعمل ايه. بس الفكره برضو ان انا دلوقتي شغال على بروجكت انا اصلا ما اعرفش فيه اي حاجه. انا ما بعرفش اشتغل ولا نود ولا فرونت ولا باك. انا ده مش المجال اللي انا مركز عليه، او مش المجال اللي انا بذاكره. اعرف حاجات عامه بس ما اعرفش اعمل مشروع لوحدي كامل كبير يمانج كل حاجه في داتابيز ضخمه. ولكن دلوقتي انا بعمل كده، هو بيتعمل وانا بتكلم دلوقتي. ففكره الاي اي في الحته دي بجد فظيعه فظيعه بشكل رهيب. الواحد يعني قبلها ده اللي هو من سنتين مثلا ممكن كان يعمل الشغل اللي بيحصل دلوقتي وانا قاعد في 10 دقايق ده يتعمل في ايام، يمكن مثلا يتحط له خطه ان هو يتعمل في اسبوع. ففكره ان انت تحط كده اضافه خلت كل اللي انت بتعمله في اسبوع ده في دقيقه بالظبط ببرومت واحد انت بتكتبه، الموضوع مرعب. تعالى احنا في تيرنينج بوينت. بس الفكره بقى دلوقتي السؤال ايه؟ الواحد ازاي بقى فعلا المفروض ان هو يتعلم يكود؟ يعني انا ازاي اتعلم برمجه دلوقتي؟ على الدوالي. وعلى الحصان. شكل حلو ده صح؟ تحفة. ايوه سوي جنب. لا اعملها تاني.
عتبة رمسيس عتبة رمسيس. كنبة 100 مكاتب فلوس كتير بتدفع. مفيش كفاية. عايزين نقبض بدولار بقى، عايزين نستحمى. لازم احنا وصل ايوه يا اسلام. جود مان. بسم الله. خشب وصل. فين تاني؟ حطه جوه يا ابني. اوعى بس. تحفة. استنى بس لما يتركب ده بقى. هل انا المفروض ان انا اتعلم امسك برضو زي اللي كان بيحصل قبل كده، ان انا مثلا عايز اتعلم فلاتر، فانا همشي على نفس الرود ماب، هشوف دارت الاول، بعدين همشي على بروجكت صغير، وبعدين كذا وبعدين كذا؟ ولا هيكون في حاجه بتسهل كل ده وتخلي الواحد يستوعب الموضوع بشكل اسرع؟ هي المشكله ان اصعب حاجه في اي لغه عامه، او مش في اي لغه، في المجال ده نفسه، هي البدايه بتاعته. ليه؟ لان انت بتقدم دماغك لاسلوب تفكير مختلف. ازاي تحل مشاكل. فكره اصلا انك تبقى شغلتك انك ازاي تحل مشاكل، دي في حد ذاتها تصدع. فعشان كده السيء هو البدايه. فالفكره كلها بقى انت ازاي هتتعلم تكود. ازاي؟ البرومت خلص، فهكتب برومت تاني وهكمل. برضه في نقطة مهمة. هل انت لو شخص ما تعرضتش قبل كده لأي بروجرامينج، او اشتغلت في اي مشروع، او لسه بتبدأ انك تتعلم الاساسيات، وخلاص اعتمدت على انك هتشتغل باي دي اي فعلا هيساعدك في الكودينج بشكل مباشر، يمكن يكتب لك اصلا كل البروجرام اللي انت عايز تعمله ببرومت واحد، هل هتعرف تعمل بروجكت كبير لوحدك، او هل هتعرف تعمل بروجكت لوحدك في الاساس؟ بصراحة انا اعتقد ان هو يعتمد على البروجكت يعني. فهل تقدر تعتمد بشكل كامل على تول زي كده من غير ما يكون عندك مثلا عندك ادنى علم بالحاجات اللي انت بتعملها دي؟ هل تقدر؟ انا شايف ان بصراحه المفروض اتعلم حاجه زي الفرق بين السوفت وير انجينير والديفلوبر العادي. الديفلوبر هو الاي دي اي دلوقتي حاليا، هو اللي بيكود، هو اللي بيكتب الكود. السوفت وير انجينير هو اللي بيعمل البروجكت، هو اللي هيحط البلان، هو اللي هيقول لك يا باشا احنا محتاجين نمشي في كذا وبعدين نعمل كذا. يقدر ياخد بروجكت كامل لوحده ويخططه وينفذه. اما الديفلوبر فهو بس بيصب السنتكس اللي في دماغه في البروجكت اللي هو عايز يعمله ده. جميل. فالفكره بقى ان انت دلوقتي تسمع الشركات كلها تقول لك بص يا باشا ميتا خلاص مش هتعين اي جونيور تاني، دلوقتي احنا عايزين ايه؟ ازرع لنا شويه سينيورز، احنا عايزين نعين شويه سينيورز. فتيجي انت بقى طب انا اعمل ايه؟ يعني انا كواحد لسه بقول بسم الله، لسه في الكليه بتاعتي، انا هشتغل فين؟ صح؟ فانا شايف بقى ان التوجه العام المفروض يبقى رايح لفكره انت ازاي تطلع بالسيستم ده بافضل شكل ممكن. وده لو خدت بالك هو اصلا، خلينا نرجع قبل الاي اي بشويه وقبل ما الاي اي يدخل في موضوع الكودينج، انت ازاي كنت بتفرق بين سيستم عملاق جامد جدا جدا وسيستم عملاق ولكن سيء بشكل فظيع. من الاخر ازاي هتفرق بين السيستم بتاع بنك مصر وسيستم بنك تاني محترم ما بيعلقش وما بياخدش الفيزا بتاعتك؟ عن طريق ان السيستم ده ما فيهوش باجز كتير، السيستم ده التايم كومبلكسيتي بتاعته مثلا قليله، السيستم ده الاستراكشر بتاعه ممتاز. صح؟ هو ده الفكره بقى، ان انت دلوقتي ما بقاش عندك حاجه تركز عليها غير الجزء ده بس، انت دلوقتي محتاج تركز انك تطلع سيستم جامد جدا. وما تقلقش خالص على الكودينج، انت عندك الوقت، يعني انت زمان كنت بتقلق على الوقت بقى او مش عارف ايه ايا يكن كنت بتقلق على ايه، بس انت دلوقتي ما عندكش حاجه تركز عليها غير الجزء ده، انك تطلع السيستم ده باستراكشر كويس. ما عندكش حاجه تعملها غير انك تخطط وهو ينفذ. بس
يا عم يا ابني، ايه رايك يا رب؟ بص 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 بص، يلا بس استجوبك. يلا يلا يلا. نعم استنى. كومن مان. تعالى تعالى. بص بسم الله، لسه عايزين نعمل زي دي كده. افتح. تخيل ان ده يبقى استيراد اصلا. بص الجهاز عامل ازاي. بس يلا بود بود. لا ما شاء الله. مين ده؟ ايه رايك؟ نرجع لموضوعنا. ازاي بقى؟ الفكره كلها دلوقتي في ان اللي هيتعلم بشكل صح هو اللي هيعرف يتطور اكتر ويوظف التولز دي بشكل صح. طيب يعني ايه بقى اتدرب صح؟ اللي هو انت عارف اعمل الصح، اعمل الصح. طب ايه هو الصح بقى؟ مش عارف، انا مش عارف وانا تايه في الجزء ده بجد. يعني انا عملت ابلكيشن بصراحه مبسوط بشكل فظيع ان انا عملته، اللي هو بيفوت. لو حد متابعنا على لينكد ان اكيد عارف انا بتكلم عن ايه. ده ابلكيشن عملته لتنظيم الحياه الجامعيه وكده، بما اني في اولى وثانيه وثالثه تقريبا ما كنتش متابع حياتي الجامعيه خالص، ما كنتش بروح يعتبر. فكنت على طول ايه، باجي في ايام الامتحانات واعتمد بشكل مباشر بقى على جروب الدفعه والرساله الطويله اللي مليانه اللينكات اللي انت عارفها، اللي بتقول لك دي المحاضره الاولى والثانيه والثالثه، خش ذاكرها عشان تعرف تنجح بكره. فلا انا مش عاجبني الوضع ده. فبما اني حد جامد جدا في حاسبات، وكنت بتعلم فلاتر بقالي شويه حلوين، خلاص اقدر اقول ان انا اتعلمت البيزكس وقادر اعمل ابلكيشن بسيط زي ما عملت سيف، اللي هو SAFE، اللي هو برضه لو متابعين على لينكد ان هتعرف. هنا بقى تيجي المشكله الاساسيه، لو البرومس خلصت او النت فصل هتعمل ايه؟ انت دلوقتي ما عندكش اوبشن. بس بص، شفت فيديو لواحد هندي، الكاميرا فصلت معلش. المهم بقى الراجل الهندي ده كان بيقول ايه؟ كان بيقول ولنفترض انك دلوقتي حطوك على جزيره وطلبوا منك انك تبني ابلكيشن برياكت، تمام؟ انت عشان تبني على ابلكيشن برياكت انت محتاج ايه؟ محتاج جافا اللي هي اصلا الرياكت مبنيه عليها، وعشان تبني جافا انت محتاج اللغات اللي قبلها وليكن زي سي، عشان تبني سي انت محتاج الاسمبلي، وعشان اصلا تشتغل بالاسمبلي انت محتاج كمبيوتر. ولنفترض انك دلوقتي معاك كمبيوتر، انت سايب الحاجه الاهم، انت ما عندكش كهرباء اصلا. انا عامل ريبوست الفيديو على انستجرام، فالفيديو لذيذ. المهم يعني الفكره كلها ان احنا دلوقتي على جبل من الانجازات البشريه، خصوصا في الكام 100 سنه اللي فاتوا دول او ال 100 سنه اللي فاتوا دول بس. فكون الاضافه كبيره جدا دي اتضافت، اللي هي الاي اي كودنج، هي دلوقتي لسه في بدايتها. انا متاكد ان هي تتطور بشكل فظيع لدرجه ان وانا بشوف الفيديو دلوقتي هقول ده انت غلبان يا ابني، انت ما تعرفش اللي حصل بعد كده. فلا المفروض نستخدم التول دي، والفكره كلها ان دي تول هتغير طريقتنا في ان احنا نتعلم اصلا. فاحنا لازم نأدبت علشان نعرف نتقدم، نعرف نبقى احسن، ونعرف نستغل التولز اللي تحت ايدينا دلوقتي. بس انا بفكر في الموضوع ده من بدري بصراحه، ومش عارف ازاي اتعلم. يعني دي المشكله الاكبر. يعني انا لما قعدت مع عمنا تشات جي بي تي وخدت نقاش طويل، قلت له انت هتعرض رايي، تمام؟ فقلت له دلوقتي انا الاي اي بستخدمه زي ما انا بكلمك كده، فهل ده الصح، الطريقه الصح للتعلم؟ فهو اكيد بالطبع عارضني. قال لي طب ما انت كده لو الاي اي مش موجود مثلا فانت مش هتعرف تفهم ومش هتعرف تتعلم. فانت مثلا لو من غير ده فانت هتقدر هيبقى عندك فرصه انك تغلط، هيبقى عندك فرصه انك تسيرش عن الحل، هيبقى عندك فرصه انك تعمل كذا. قلت طب وليكن مثلا انا استخدمت حاجه زي تشات جي بي تي في ان انا بس لما تقابلني مشكله اعرف ان انا الاقي لها حل اسرع. قال طب ما انت كده مش بتدي نفسك فرصه انك تبدع، مش بتدي نفسك فرصه انك تتعلم، وهكذا. انت فاهم؟ فانت ايا يكن التول دي فهي هتقدم بشكل كبير جدا في جزء، ولكن لو استخدمتها كحاجه اساسيه فهي هتطغى على الجزء الثاني، والجزء الثاني ده اللي هو الاهم، اللي هو تفكيرك. فالواحد محتاج ان هو يتعلم يفكر ازاي في ظل وجود تولز فظيعه زي دي. بس يا سيدي، انا عارف ان الواحد غايب بقاله كتير جدا جدا جدا،
ولكن لعلها بداية، وإن شاء الله أحاول ألتزم ونرجع أحسن بكتير. إلى اللقاء قريبا إن شاء الله.